مرحبا. مواجهة مدريد وفياريال. إذا فكرت إنك شفت المباراة وعرفت شو صار فأنت فعلياً ما شفت شي. فياريال كان صاحب المبادرة، الملعب مال، فياريال فقد التوازن، ومارسيلينو ما خسر مدافع، هو خسر المنطق اللي بنى عليه خطته. فجأة تحول اللعب لساحة سباق، ومدريد استغل هذا الفراغ الجغرافي عشان ينقل المعركة لمنطقة فياريال، وهون اللعبة صارت كر وفر. بس الكل كان عم يسأل سؤال: هل رح يصمد هذا الدفاع المؤقت لمدريد قدام فرص فياريال قبل ما مبابي يخلص القصة؟ احنا منشوف فوز 2-0 وبنحتفل، بس انا شايف قرض بفوائد مرعبة عم يسحبوا أربيلوا من رصيد حظ النادي. أربيلوا عم يمارس تخدير تكتيكي للمشجعين. الفريق عم يعتمد 100% على الانديفيدوال بريليانس عشان يغطي على عجز الهيكل الدفاعي. لو رعونة مورينو كنا اليوم عم نحكي عن زلزال بمدريد، مش عن صدارة دوري. والمدافع غلط غلطة بدائية بتشتيت الكرة، هاي هي تبعات إصابة فويت. الدفاع صار هش، وقدم هدية لمهاجم سفاح زي مبابي كان واقف بيستنى هاي اللحظة. مدريد هون استغل الانهيار اللي صار بعد خروج قائد دفاع الخصم. أربيلوا عم يثبت سابقة الطوارئ، يعني عادي نغلط دفاعيا طالما عنا سوبرمان بالهجوم. هذا تآكل في هوية مدريد الدفاعية، ولو ضل الوضع هيك الانفجار رح يصير بأهم لحظة بالموسم. فوز السيراميكا ما كان خطوة للقب، كان مهلة أعطتها الأقدار لأربيلوا. سقوط فويث بالدقيقة 24 ما كان مفتاح الفوز، كان الستارة اللي غطت على terminal lack of organization. الفريق اليوم أخذ 3 نقاط بس خسر الحقيقة. 21 جول لمبابي عم يخلي جماهير مدريد نايمة مبسوطة، بس الحقيقة إنهم عم يمشوا على حبل رفيع. والسؤال مش متى رح نوقع، السؤال مين الخصم اللي رح يهز الحبل.